النهاردة معانا قصة أصغر سورة في القرآن، سورة رقمها 15. نزلت على النبي في مكة. عدد آياتها 3 آيات، عدد حروف كل آية منهم 10 حروف. السورة فيها أمر بيؤمر المسلمين بالنحر، يعني الذبح وإطعام الطعام. من عجيب القرآن إن اليوم ده بيكون يوم عيد الأضحى، اللي هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. إيه قصة السورة العجيبة دي اللي بالرغم من إن آياتها صغيرة لكن فيها معاني كبيرة وكتيرة قوي، أكتر حتى من عدد آياتها؟ فيها أمر صريح من ربنا بيقولك فيها هتعمل إيه عشان كل الخير يجيلك. النهاردة معانا سورة الكوثر، أصغر سورة في القرآن، نزلت على النبي في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بنات وولاد، وفي فترة من الفترات ولاده إبراهيم والقاسم ماتوا وما بقاش عنده غير البنات. وكان معروف عن العرب زمان إنهم بيفتخروا بخلفة الولاد، والبنات كانوا بيعتبروهم إن هم خلفة عار لأنها مش هتشيل اسم أبوها ولا عيلتها. فلما مات القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي زعل قوي عليه وفضل يعيط على ابنه. وفي الوقت ده عدى عليه واحد من الكفار وفضل يعايره ويقول له إن خلفتك كلها بقت بنات بس، ولادك كلهم ماتوا، خلاص كده سيرتك في الدنيا انتهت، مش هتلاقي حد يشيل اسمك من بعد ما تموت. سيدنا محمد زعل قوي ساعتها، والكلام أثر على نفسيته. وهنا بقى تيجي رحمة ربنا ينزل له سورة يواسي فيها قلبه، ومش بس يواسيه، لأ، ده كمان بيوضح له وبيقول له إنه مش أبتر، وإن الشخص اللي بيعايره ده هو اللي سيرته هتتقطع من الدنيا وهو اللي أبتر. سورة الكوثر بتبدأ بأول آية وبتقول: إنا أعطيناك الكوثر، يعني يا محمد ما تزعلش، إحنا اديناك الكوثر، يعني أنت معاك نهر جاري من كل حاجة حلوة بيجري فيها الخير اللي في الدنيا دي كلها، من كل واحد عايش في الأرض. وبعدها تيجي الآية اللي بتقول: فصلي لربك وانحر، صلي لربنا وتقرب منه، واعمل الخير واطعم الطعام، واعبد ربنا بالعبادات وبأخلاقك الكويسة مع الناس. إن شانئك هو الأبتر، يعني الشخص اللي بيعايرك ده هو اللي أبتر، هو اللي اسمه هيبقى مقطوع من الدنيا، والولاد اللي هو فرحان بيهم دول فتنة، نعمة مزيفة بتروح بسرعة، لكن النعمة الحقيقية هي اللي انت فيها دلوقتي. بعد 1400 سنة احنا حتى ما نعرفش اسم الكافر اللي عاير النبي، بس نعرف كل حاجة عن سيرة النبي. كل يوم بنصلي عليه، كل يوم اسمه بيتقال في الأذان 5 مرات، في أكتر من 2 مليار واحد بيشهدوا بأنه رسول الله. جبر ربنا وكلامه مش بس للنبي، لكن عشان نتعلم احنا كمان. لو عايزين ربنا يكبر بخاطرنا لازم نعمل بأمره. لو عايز أي حاجة ما تنساش الصلاة، ومش بس الصلاة، ما تنساش تبقى كويس مع غيرك. أحسن حاجة ممكن تعملها تفرج بيها همك وتوسع بيها رزقك هي إطعام الطعام. أكل الناس، خليك رحيم بيهم، انفعهم، رزقك مش هينقص منه حاجة، بالعكس ده هيزيد. وده مش كلامي، ده كلام ربنا وكلام الرسول. احنا دلوقتي في أكتر وقت محتاجين نرجع فيه لربنا، أكتر وقت محتاجين نبقى فيه حنينين على بعض. لو عرفنا نعمل كده هنغرق في خير ربنا، هيبقى لنا نصيب من الخير اللي بيجري في نهر الكوثر، هنشوفه في الدنيا قبل الآخرة. زمان كانوا بيقولوا اعمل الخير وارميه في البحر، ولما الدنيا بقت وحشة لقيت الناس بتقولك ما تعملش الخير وما ترميش حاجة في البحر عشان الناس مش سالكة. أنا بقى بقولك ارجع اعمل الخير تاني عشان برضو تلاقي الخير. النبي قال: أحسن الناس أنفعهم بالناس. كل ما تساعد غيرك كل ما ربنا هيساعدك، واصبر واستنى وشوف جبر ربنا هيبقى عامل ازاي. وبس كده، استنوني في فيديو جديد، وكان معاكم مصطفى ديشة.